السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل مع بعض النهارده البتنجان المخلل باحلى دقه واحلى تتبيله ليه، بجد هتعجبكم جدا وسهله وبسيطه. معايا هنا بتنجان اسود بتاع التخليل، هنشيل الجزء اللي فوق وهنشقه وهنقليه. معانا هنا زيت سخن هنقلي فيه البتنجان بالطريقه العاديه خالص، يتقلي كويس. بعد ما البتنجان بتاعنا قليناه هنطلعه على مصفى بالشكل ده زي ما احنا شايفين. بسم الله ما شاء الله، شكله جميل جدا. تعالوا بقى نجهز التتبيله بتاعته. معايا هنا فلفل رومي احمر، فلفل رومي اخضر، بقدونس، حزمه بقدونس صغيره، طماطمايه، جزرايه، 5 فصوص توم مفرومين. دي كده المكونات بتاعتنا، يبقى فلفل رومي احمر وفلفل رومي اخضر وطماطمايه وبقدونس وجزر وتوم. هننزل بالمكونات دي كلها في الكبه. هنضيف معلقه كبيره هريسه ومعلقه كبيره ملح ورشه كمون. الكمون زي ما احنا شايفين رشه صغيره خالص. ضربناهم كويس في الكبه. بعد كده هنفضيهم في طبق وتعالوا نضيف عليهم الخل والليمون. معايا هنا ليمونتين هنعصرهم على الدقه بتاعتنا، وهنضيف معلقتين كبار خل زي ما احنا شايفين. هنجيب البتنجان وهنفتحه زي ما احنا شايفين، من مكان ما شقناه هنلاقي الفتحه بتاعته سهله. وهنضيف ليه التتبيله بالشكل ده وهنرصه في علبه عشان يتحفظ في التلاجة. هنجيب معلقتين من التتبيله بتاعتنا، هنضيف عليهم ربع كوبايه خل وليمونه ومعلقتين ميه زي ما احنا شايفين. هنقلبهم كويس جدا وهننزل بقى بالميكس ده كده على البتنجان. دي بقى الميه اللي بتحفظه اللي فيها الخل والليمون، سهل وبسيط جدا. جربوه وقولوا لي رايكم. لو اول مره تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده.